السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من وصفاتنا التقليدية وهي المهلبية. طبعا المهلبية يا جماعة يعني معروفة حاجة كده. أمهاتنا كانت بتعملها لنا، وكانت يعني من أجمل التحليات اللي احنا كنا بنحبها واحنا صغيرين. أول حاجة هنجيب حلة أو طاسة على النار، هنحط فيها 4 كوبايات من الحليب. بعد كده هنحط 4 معالق من السكر، و5 معالق هرمية من النشا. طبعا الحليب ده انا كنت مسخناه غليه قبلها وسايباه يبرد شويه. طبعا لازم نغلي الحليب في الاول. بعد كده بقى هحط عليها ظرفين من الفانيليا. لو في فانيليا سايله هنحط عليها معلقه. طبعا انا استعملت الفانيليا البودر لان الفانيليا السايله بحسها بتغمق المهلبيه شويه. بعد كده بقى هقلب مهلبيه. طبعا الكلام ده قبل ما اشغل النار. هقلب كل المكونات دي على البارد. بعد كده بقى هشغل النار، هستمر في التقليب زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا لازم نقلب على طول علشان النشا ما يكتلش. بعد كده بقى الخطوة المهمة واللي هتدي للمهلبية طعم غني، هنحط 2 معلقة كبار من القشطة البلدي اللي بتبقى على وش الحليب دي. وهستمر في التقليب، وانا في الاول خالص هكون معلية النار. ولو تلاحظوا هتلاقوا في بخار طالع كده من الحليب. كده طبعا المهلبية بدأت يعني تربط معايا وقوامها يتقل. هفضل مستمرة بالتقليب، وده أهم خطوة وأهم مرحلة لازم ناخد بالنا منها علشان المهلبية ما تكتلش ولا يبقى فيها كلاكيع. هنقلب بقى أول ما أحس إن القوام بدأ يتقل زي ما حضراتكم شايفين كده، هوطي النار. بعد كده بقى أول ما المهلبية توصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، هغرفها في الأطباق أو القوالب المتوفر عندك. طبعا لازم اول ما تنزل من على النار على طول نغرفها علشان القوام بتاعها بيتقل وبتربط كأنها يعني في التلاجة. وطبعا احنا في توقيت شتوي فالجو مبرد، فعلى طول هتلاقوها تقلت. بعد كده بقى بزينها بأي حاجة متوفرة عندي بقى، ممكن سوداني، ممكن مكسرات، أي حاجة انتوا بتحبوها. ممكن بشر وزبيب، أي حاجة متوفرة عندكم. وبعد كده بقى ممكن تاكلوها سخنة، ممكن تاكلوها بعد ما تطلع من التلاجة. أنا عشان كنت بصور الفيديو فايه حبيت ان انا ايه اجربها معاكم، فكانت سخنة بصراحة. هي في جميع الحالات كانت جميلة جدا. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.